أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي عز قوته، البسوا عليكم جميع سلاح الله لكي تستطيعوا أن تقفوا قبال الحيل الشيطان، لأن قتالنا ليس هو مع لحم ودم بل مع الرؤساء والمسلطين ومع ولاة هذا العالم المظلم ومع الأرواح الشريرة التي تحت السماء. فلذلك خذوا لكم جميع سلاح الله لكي تقدروا على القيام في يوم الشر، وإذا عملتم كل شيء اثبتوا وانهضوا وأنتم مشدودون على ظهوركم بالحق، والبسوا درع البر حازين أقدامكم باستعداد إنجيل السلام، ومع كل شيء خذوا لكم ترس الإيمان هذا الذي به تقوون على إطفاء جميع سهام الشرير المتوقدة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، وبكل صلاة وبكل طلبة صلوا في كل حين بالروح، وكونوا في هذا ساهرين بكل ملازمة وبكل طلبة عن جميع الأطهار. وعني أيضا لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي لأنادي بسر الإنجيل علانية، هذا الذي بسببه أنا موثق بسلاسل لكي أظهره كما ينبغي لي أن أنطق، ولكي تعلموا أنتم ما الذي أقصده نعمة الله الآب تحل على أرواحكم يا آباء وأخوتي. آمين.
Sudim
ولا في فمه غش اللهم طرف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل من بشارة إيمان معلمنا مرقس البشير، بركاته على جميعنا. ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل بشارتي لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من استحى أن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته الأطهار. وقال لهم: الحق أقول لكم أن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. المجد لله والروح القدس نسألك أيها الثالوث المقدس اطلع من السماء على عبيدك هؤلاء الآتين الساجدين والمقدسين الله أمامك. اقبل إليك يا رب أصوامهم وصلواتهم وتوبتهم واعترافهم واغفر لهم جميع خطاياهم وأعطيهم قوة وخلاصا وفهما وحكمة وعقلا مستيقظا. امنحهم يا رب قلبا طاهرا وفكرا ثابتا وإيمانا مستقيما ونسكا وصبرا وشجاعة ومعونة، واحفظهم يا رب
الشيطانية والأرواح الخبيثة والأفكار الرديئة، وامنحهم أفكارا صالحة سمائية، واحفظهم بعساكر الملائكة النورانية، وطهر أنفسهم وأجسادهم معا من قبل الروح القدس. باركهم يا رب بقوة صليبك المقدس، واملأهم من الروح القدس، ويجعلهم مستحقين للدخول مع العريس الخيري الروحاني السماوي، ويجعلهم مستحقين لسماع صوتك الفرح الممتلئ بهجة وسرورا القائل: تعالى أيها العبد الصالح ادخل إلى فرح سيدك، وأعطهم نصيبا وميراثا صالحا ليرثوا مع جميع قديسيك ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا رب لجميع قديسيك. ونحن الخطاة نسألك يا رب محب البشر اغفر لنا خطايانا وأثامنا، واقبل إليك اعترافنا، وثبتنا في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير بشفاعة السيدة العذراء مريم والدة الله وجميع القديسين. آمين. وشريكيه في الخدمة الروحية بين الأسقف المقرب الأنبا متاوس وأبينا الأسقف المقرب أنبا كلاجيوس وسيد أسقف النرجوسي يا رب احفظهم لنا سنين كثيرات من سلامية مكملين رأسة الكهنوت المقدسة التي سمنتهم عليها من قبلك كرازتك المقدسة الطوباوية مفسرين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبر وكل الأساقفة الأرثوذكسيين والقمامسة والكسوس والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة
اسحقهم وأذلهم تحت أرجلهم سريعا، وأمهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب Taftis keton elipsionimo emo. يا رب أنت كنت لنا بعين إيمان ودعت نعقدك براتك المقدسة طبوية بالصواب والطهارة بالبركة إن أنبياءنا ربنا عبيدك الذين بعدنا إلى الأبد. يا رب لا تفرق بأرضك ولا تفرق من كتابك كلهم اسمك القدوس. أما شعبك فلكم البركة والغفور وتصنعون أرضك المقدسة الطهور والصالحة بالنهار ومحبة البشر لا تبنك الوحيد ربنا ولا مخلصنا يسوع المسيح. الحقيقة نؤمن بإله واحد. فاليوم الذي رسمتكم على الحقيقة غير الكاذبة لهم خيرات مواعيدك ما لم ترى عين تصنع بأذن ولم يطرع قلب بشر مع يا الله لم يحب باسمك القدوس. لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هم انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فانتقى صالح ومحب البشر. اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن
ومن الشمال إلى اليمين كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب ريحهم واغفر لهم فإنه ليس طرد من درس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين تستلفوا سوف ريحهم وليستحقوا ملكوت السماوات وما نحن كلنا فإننا كمال إلى المسيح يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبنا وأرسلنا كافة القديسين يا رب ارحم. أيها السيد رب كل الساكن في العالم المتواضع كان من البدن ما يكون الآن الذي يعرف خفايا المكتومات فاحصاه البشر والعالم والزمان فكونها انظر ربنا وروك المقدس بمسيرك المعدى على عبيدك هؤلاء الذين أتوا إليك ممتدين بسير الروحانية التي يرغبون قووا بسعيهم ربهم طاعة كاملة ليكونوا في موت الكائن الآلام الطبيعية لكي من قبل قص شعر رؤوسهم يطرحون عنهم الأعمال الردية ويقبلون معونة نعمة الروح القدس. نعم أيها الرب إلهنا اصنع مع عبيدك خيرا ونعمة لكي يشتاقوا إليك بقلب طاهر كامل ويحرم نطقهم بشهوة تحت نيرك الطيب المقدس ويهربوا بالكمال من الشهوات والملذات الجسدية وما العالم المضل وكل الأرواح الخبيثة ويستحقوا كرمك لكي يتقدموا في كل زمانهم بالصبر والعفاف والتعب والوضع والوداع والنصح والتواضع سيرا نقيا مملوءا بالفضيلة وصلاة وأمرك استحقاق الدعوة التي تدعو إليه ويستحق أن يعملوا بالفضائل الكاملة ويتأملوا الأسرار بالمنظر ويكونوا وارثين للفرح الذي لا يوصف وينالوا المجد من ملكوتك بإذنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي ينبغي له المجد عليك الصلاة والسلام. أيها السيد رب كل ربنا ولمخلصنا يسوع المسيح نسأل الله نعمك صلاح الرب والسماء بإيدك والدوم آخرك السمائي اللهم باركهم ثبتهم واحفظهم من كل أنواع الشيطانية اللهم خافتهم واحفظهم كل حين يكون بالذرية لكي يجاهدوا الجهاد الحسن ضد ربنا ويكملوا سعيهم حسنا ويحفظوا الأمانة غير تحول ولا ميل ولا لوم وعليهم ربنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد والإكرام والعظمة نشكرك يا الله ضابط الكل الذي برحمتك الكثيرة خلصت عبيدك من التعب الباطل الذي للعالم ودعوتهم إلى الوعد الصادق نسأل واطلب من مجدك المقدس اجعلهم مستحقين لوعدك الطاهر الكريم احفظهم من كل فتاة إبليس وكل ذنوب هب لهم صلاحا واتضاع قلب وداع ونصح وإيمان ورجاء ومحبة ابنك الوحيد ربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح. البس ثوب البر ودرع النور اصنع حمى الطريق بالتوبة بالمسيح يسوع ربنا البس قدوس وتتداع وقوة الخلاص اعمل ثمرة صالحة بالمسيح يسوع ربنا للمجد الأبد آمين. شد على حقويك بجميع رباط الله الكامل وقوة التوبة بالمسيح يسوع ربنا الذي له المجد الأبد آمين. ساويروس فانكور حاضر الطبيعة الشيخ بالسبب حاضر السماء والعذراء الشهير بالسريان بريتشي تثبت مكارس بالوراد نمشي نعم وثواب يمزن الدم بالوراد يفنى تفدي وتقرأ آمين.
Jesus ben Christos ben Shoy. Sawiros Bhagavan Madhusavama Asher Surya Bhavichi Makarios Fezbarot Nijabirnam Matuwa Barakli Amen.
Anastasi Frankor Fadis Andrasian Karichi Makarius Menavana Chile Namin Evismaraun Efetri قدام الهيكل بس يا ابني من دلوقتي اعلم أيها الأخ مقدار النعمة التي أدركتك لأنك قد لبست شكل الملائكة وأقمت ذاتك جنديا للمسيح وتقدمت إلى جهاد صالح. أول كل شيء قد تجددت وتنقيت من الأعمال الرديئة التي للعالم، كما قال أبونا القديس العظيم الأب أنطونيوس أب الرهبان أن الروح الذي يحل على المعمودية المقدسة هو يحل على شكل الرهبنة ويطهر الذي يصير راهبا. ثم يشهد أيضا أعني أبانا القديس الأنبا أنطونيوس قائلا أنه رأى ذاته وكأن نفسه قد خرجت من جسمه وأعطوها في الجو وأرادوا أن يحاسبوها منذ صغرها، وإذا صوت من السماء يقول إني من حين صغر إلى حين صار راهبا قد تركت له ذلك وغفرت خطاياه بالرهبنة، ولكن من وقت أن صار راهبا حاسبوه، وهكذا حسبوه فوجدوه بغير لوم كريما أمام الرب ذي أعمال فاضلة. والآن أيها الأخ قد طهرت من دنس العالم الكثير الأنواع، فاحفظ نفسك منذ الآن لتكون جنديا صالحا للمسيح ملك الملوك، وتقاوم الحرب الخفية التي لإبليس وجنوده الأشرار. واحفظ العهد الذي قررته الآن بأن تعبد الله بخوف ورعدة وتتلو في المزامير مع سهر الليل وتلاوة الإبصلمودية وصلاة الكنيسة المفروضة. تكمل ذلك بكل الاجتهاد مع صوم بمقدار ونسك وطهارة الجسد لكي تكون صديقا للملائكة الأطهار، وأيضا الخضوع والطاعة تكملها. واحرص أن تسمع لمن يرشدك إلى طريق الله ووصاياه المقدسة إلى حد الموت، لكي تنال تاج أبناء الله وترث ملكوت السماوات، ويكون لك نصيب وإرث مع كافة القديسين الذين أرجوا الله منذ البدء. والرب الإله يساعدك في كل عمل صالح ويحرسك من التجارب إلى النفس الأخير،
ويجعلنا جميعا مستحقين سماع الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، ارثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم بشفاعة كافة القديسين. آمين.